السلام عليكم. شفت على الفيسبوك بوست واحده منزله ان في قطه محتاجه انقاذ، وان القطه شكلها متسربه، والقطه قاعده في جنينه اصلا، وبحكم ان هي قاعده في جنينه والجنينه دي بيجي لها اطفال كتير، فالناس بتقول ان الاطفال بتضربها. يعني زي ما انتم شايفين صورتها كده، شكلها غلبان وواخده على عينها كتير قوي يعني. واللي منزله البوست بتقول ان شكلها مصابه في رجلها، فانا طلبت منها ان هي بس تاخد القطه تخليها معاها عشان ما تهربش، وتاخدها توديها اقرب عياده جنبها وانا هاجي لها. فانا دلوقتي لبست ونزلت عشان نروح نشوف بقى حالتها هتبقى عامله ازاي، هل فعلا في كسر او في اي حاجه عندها، ولا مجرد ضرب بس وهي همدانه من الضرب، وباذن الله ما يكونش في كسر حصل لها او حاجه. فخلونا نروح دلوقتي العياده نشوفها ونشوف حالتها عامله ازاي، وباذن الله ما يكونش عندها حاجه. يلا بينا. وده المكان اللي لقينا فيه القطه، وطلع قط مش قطه اصلا. بصوا غلبان ازاي يا جماعه، شايفين؟ قاعد خايف اصلا ومرعوب. بصوا متعور هنا، يعني مش عارف ده حد ضربه ولا اتخانق مع قط تاني فتخربش. ورجله من قدام كمان، بصوا في مشكله في رجله. نعم. بصوا شايفين دي القشره بتاعت رجله من تحت اتعورت، فبالتالي زي ما انتم شايفين هو مش قادر اصلا يقف. وهو طبعا في جنينه، يعني بصوا الجنينه في ناس بتقعد هنا كتير بالليل، وكلها بتكون عيال صغيره اغلبها. فعادي عيل صغير يجي يشوف قط غلبان زي ده يقوم يضربه، مفيش اي مشاكل ولا اي مانع عنده. فيلا بينا ناخده ونروح بيه العياده. ودلوقتي حطيناه في البوكس يا جماعه. اول ما فتحت له البوكس دخل على طول، يعني بمجرد بس ما فتحت له البوكس دخل. هو مش عايز ينزل، هو عايز يستخبى من الناس باي طريقه. بصوا بس ما تخافش، مش هنزلك والله. في واحده دراي في البوكس بياكلها. يلا بينا على العياده، يلا بينا على العياده. يلا بينا. جينا بالباشا العياده زي ما انتم شايفين، يعني متعور زي ما وريتكم انه متعور، ورجله من قدام كمان فيها مشكله، الجلد بتاعها متقشر، عشان كده هو مش بيقدر يقف على رجله اصلا. ادينا له حقن، هنمشي معاه بانتي بايوتيك، وهنمشي معاه بشويه فيتامينز وانتي انفلاماتوري برضه، علشان جسمه كله كدمات. انت لو لمست جسمه في اي حته من جسمه، بص هتلاقيه بيزوم على طول، بيزوم وبيصور. ليه؟ لانه كانه واخد علقه موت في الشارع. مفيش علامات في جسمه غير الخربوش الكبير قوي اللي في ناحيه بطنه ده، ولكن جسمه كله ملتهب من كتر الضرب، جسمه وارم. وهنسيبه في العياده لان انا في البيت قاعد وحدي، فمش هعرف امسكه اديله الحقن، ولا هعرف اعمل له اي حاجه عامه، لان انا قاعد وحدي فمفيش حد تاني يمسكه معايا. فهسيبه كده 3 4 ايام في العياده لحد ما يخلص كورس الانتيبيوتيك والانتي انفلاماتوري بتوعه وينضف كده، والجرح ده يروح من عنده. وبعد ما الجرح يروح وكل الجروح تروح، هنيجي تاني نحميه، وبعد كده ناخده معانا البيت. 3 days later. واخيرا بعد 3 4 ايام من ترك ميكي في العياده، لان احنا سميناه ميكي خلاص، تفتكروا ميكي بقى عامل ازاي؟ احنا في البيت دلوقتي مش في العياده، فاظن ان انتوا فاهمين ان خلاص احنا جينا البيت وميكي موجود في البيت دلوقتي. تفتكروا ميكي بقت حالته كويسه ولا بقت حالته وحشه؟ الجروح اللي عنده لمت ولا ما لمتش؟ بقى يقدر يمشي تاني؟ لان زي ما انتوا شفتوا في البدايه كان مكسر خالص، مش قادر يقف على رجله، ولا الضرب كان جامد قوي لدرجه ان هو مش هيقدر يقف على رجله تاني؟ طب ما تيجوا نقطع كل الكلام ده ونروح نشوف ميكي، ونشوف اخباره بقت عامله ازاي دلوقتي. تعالوا اوريكم ميكي. ميكي اهو، تعالى. بس بس بس. يا ميكي تعالى. ميكي بقى كويس الحمد لله، خف. تعالى ننزل بس على الارض عشان نوري الناس ان انت بايد بتقدر تمشي، ان انت بايد خلاص بتقدر تمشي. تعالى يلا. بس 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 بس. اهو ميكي بيقدر يمشي. تعالى نوريهم الجرح. طيب فاكرين الجرح؟ وروني كده. شايف الجرح؟ الجرح مش موجود، الجرح لم خالص. ميكي قطن مسالم جدا يا جماعة والله. بصوا شايفين السلم؟ طب شايفين ضوافره قد ايه؟ ضوافره كبيرة جدا على فكرة، ومع ذلك مسالم، عامل زي سيد كده. بصوا عامل ازاي اهو. اهو اهو اهو. الجرح لم خالص. اوعى وريني ايدك، نوري الناس ايدك. مش انت كنت متعور هنا؟ وريني انت كنت متعور هنا، احنا عايزين نشوف هنا. اهو بصوا
كان في قشرة هنا في ايده، لمت القشرة، لمت القشرة، لمت. تعالى قوم امشي. طيب عايزين نوري الناس ان انت بقيت تمشي كويس. قوم بس بس بس. تعالى بس بس. اهو يقدر يمشي اهو. تعالى نمشي تاني، نمشي الناحية التانية. بس. تعالى تعالى. هو بس لسه بيبقى معاه كورس انتي انفلاماتوري كده، المفروض بياخده عشان لسه اثار الضرب باينة عليه. شايفين؟ هو اثار الضرب بس باينة لسه مستمرة معاه، بس يخف بنسبة كبيرة قوي يعني. يكمل بس كورس العلاج بتاعه ويرجع يمشي تاني زي الفل. تعالى. انت لو تلاحظوا في عوجة بسيطة كده في رجله، مش في رجله يعني، في المشية بتاعته بشكل عام. وزي ما قلت لكم لان لسه جسمه وارم شوية، كان من يومين في الشارع والنهارده ربنا كتب لك حياة جديدة سعيدة. قط مسالم جدا يا جماعة والله. انت عسول والله، انت عسول. قول لهم حاجة، قول لهم حاجة في المايك. وزنه كبير على فكرة يا جماعة، يعني بصوا وزنه مش صغير، وزنه مش صغير. جبنا القصافة وجاهزين لقص ضوافر ميك. تعالى خد. خد تعالى. لازم نشيله. بص لازم تبقى شاطر. خلاص بص. ايه ايه عايزين نقص ضوافرك. خلصنا قص ضوافر، خلصنا. قول لهم ان انت خلصت خلاص وضوافرك بقت عسولة وجميلة. ناقصك تستحمى. بصوا معفن ازاي، محتاج ينضف. انا اول مرة اشوف قط مسالم، قط كبير قصدي، بالسلم ده. يعني بصوا يا جماعة، القط ده كبير في الحجم مش صغير والله، كبير خالص ووزنه كبير خالص، ومع ذلك في كمية سلم رهيبة. شايفين عضلات كتفه؟ طيب يعني هو عنده عضلات كتير. يعني عايز اقول لكم ان هو وزنه كبير، مش بنق عليه والله. اهو اهو. وكمان انا عندي مربى جوه، لو فاكرين مربى القطه المعاقه، انا عايز احطهم مع بعض اشوف هيبقى رد فعله ايه. هو الطبيعي ان هم يضربوا بعض، ولكن اشك في حته ان هم يضربوا بعض لان الاتنين مكسحين، الاتنين بياخدوا بالجزمه من اي حد، فما اظنش ان هم لو قعدوا مع بعض هيضربوا بعض. ولا انت ايه رايك يا عم ميكي؟ نوديك لمربى؟ انا من رايي روح لمربى، وانا واثق ان هم مش هيعملوا حاجه لبعض. ليه؟ لان الاتنين مش قادرين اصلا يعملوا حاجه لبعض. دلوقتي تعالوا نودي ميكي لمربى. الاول تعالوا اوريكم مربى. دي مربى. ازيك عامله ايه؟ لو متابع الريلز بتاعتي فانت اكيد عارف انا حاططها هنا ليه. وعامه دي الاوضه اللي انا، دي اوضه عندي في الشقه فتحتها وقررت احط فيها القطتين دول، ميكي ومربى. حطيتهم هنا عشان ما الاتنين تعبانين، الاتنين لسه بياخدوا علاج وبياخدوا ادويه. وادي استاذ ميكي. تعالى هنا الاول، لازم نشيلك ونروح بيه ناحيه مربى. بصوا انا اشك لو عملوا حاجه لبعض. بص الاتنين اغلب من الغلب يا جماعه، مستحيل يعمل لها حاجه. هو خواف وهي اخوف منه. بص يا ميكي، انت ايه ما صدقت تلاقي ميه؟ ما انا حاطط لك ميه بره. يا ميكي عايز يطلع. ميكي خايف عايز يطلع. هي اللي مرعوبه والله، هي اللي خايفه مش انت. بص هي مرعوبه وهو خايف اكتر منها. الاتنين اعبط من بعض يا جماعه، الاتنين اعبط من بعض. باصص كده ليه؟ انت باصص كده ليه؟ باصص كده ليه يا مربى؟ بس 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 بس. مربى يا مربى، انت يا بت. بصوا الاتنين حجمهم كبير على فكرة، مش صغيرين، الاتنين كبار. هطلعك والله هطلعك.
شوف، من الخوف ومن الذعر يا ابن العبيطة هي اللي خايفة مش انت اللي خايف. ده هي مش قادرة تمشي حتى، انت قادر تعمل كل حاجة. يهبل يهبل يا خلفة العبيطة. والله قط مسخره. تو اللي عرفته هو اتضرب ليه في الجنينه حرفيا. قط بالخوف ده اي قط تاني هيستقوى عليه، رغم ان وزنه كبير والله يا جماعه وضوافره قويه جدا. يعني مش عارف ازاي قط بالحجم ده يبقى كده. وبس كده يا جماعه، كده نكون طمناكم على ميكي. خلاص هو كده بقى تمام زي الفل، ما فيهوش اي مشكله، رجع قط 100 100. ودلوقتي ناقص بس ان انا اعرضه تبني، والحقيقه انا عايز اخليه معايا، وكل قط بنقذه بعوز اخليه معايا في الاخر، ولكن ما ينفعش اخليه معايا لان انا عايز انقذ حالات تانية. في حالات تانية بتكون محتاجه مساعده في الشارع، فلو كل حاله هنقذها اخليها معايا مش هعرف انقذ حالات تانية. فادعوا لنا كده ربنا يكرمنا ونلاقي سبونسر ونعمل شيلتر. بس فميكي للتبني ممكن في الفتره اللي هيقعدها معايا دي اعمل لكم سلسله من الريلز كده بين ميكي ومربى، نعمل ريلز مع ميكي ومربى الاثنين مع بعض. وبس كده، ده كل ما في فيديو ميكي النهارده. هروح بقى اعمل له اكل واعمل له ناقص احميه، عايز يستحمى برضه، ولكن مش هعرف احميه بوزنه ده، ما اضمنش ممكن يتعفرت من الميه فلازم يتخدر. وبس كده، سلام.